الاهلي كسب انبي 3-2 بعد ما كان خسران 2-0. بس استنى قبل ما تقول لي شخصيه الاهلي وريمونتادا الابطال، لان الماتش ده تحديدا كشف للاهلي مشاكل كتير، وفي نفس الوقت كشف ان عموته عنده دكه تقدر تقلب اي ماتش. تعال نفصصها واحده واحده ونشوف مين شال الاهلي ومين لسه محتاج يثبت نفسه. صلي على النبي في قلبك ويلا بينا نبدا. انبي دخل المباراه فاهم وهو عاوز يعمل ايه بالظبط، يقفل المساحات، يستنى اخطاء الاهلي، ولما الاهلي يفقد الكوره يطلع بسرعه. والاهلي ساعد على ده بنفسه. المشكله ما كانتش في ان الاهلي مش مستحوذ، بالعكس، لكن الاستحواذ كان احيانا من غير خطوره. والاخطر ان الفريق لما كان بيفقد الكوره كان بيتفتح بشكل مقلق، والمسافات بين الوسط والدفاع كانت بتكبر. وهنا ظهرت مشاكل الخط الخلفي. وهنبتدي بشوبير 5.5/10. مش شايل مسؤوليه الهدفين لوحده، لكن مفيش انقاذات كبيره. هاني 5.5/10. دفاعيا مش مطمئن، وهجوميا تاثيره محدود. ياسر ابراهيم 5.5/10. الخبره موجوده، لكن الخط الخلفي كان مهزوز. اما هادي رياض 5/10، من اقل لعيبه الاهلي وظهر عليه الارتباك. وكريم فؤاد 6/10. حاول هجوميا لكن دفاعيا كان عنده ملاحظات كتير، وده يفصل جزء كبير من اللي حصل. لان لما الخط الخلفي يبقى مش ثابت وانبي عنده مساحه يطلع فيها بعد قطع الكوره، انت بتدي المنافس فرصه يلعب على اخطر نقطه عندك. وفعلا انبي ضرب الاهلي مرتين، هدف اول وبعد الهدف الثاني، وفجاه الاهلي لقى نفسه خسران 2-0. وهنا السؤال، هل انبي كان افضل من الاهلي في كل حاجه؟ طبعا لا، لكن انبي كان اوضح، عارف هيدافع ازاي وهيهاجم امتى وهيستغل فين. الاهلي كان محتاج يرجع للمباراه بسرعه، وده حصل عن طريق مروان عطيه. مروان اللي هديله 8/10، هدف مهم جدا ومجهود كبير في وسط الملعب، ومن افضل لعيبه الاهلي. والهدف هنا اهم من مجرد رقم في النتيجه، لانه رجع للاهلي نفسيا وخلي انبي يبدا يحس ان المباراه لسه ما خلصتش. لكن الاهلي في الشوط الاول فضل عنده نفس المشكله، استحواذ موجود لكن مش دايما في كسر للخطوط، وده يودينا لخط الوسط. زيزو 7.5/10. سجل ركله الجزاء وكان مصدر خطوره، لكن مش ده زيزو اللي عارفينه. كوكا 6/10، مقبول لكن ملوش تاثير كبير في الملعب. وبن شرقي 7/10، عنده لقطات لكن كان بيختفي لفترات طويله. منصف بكرار 6/10، اجتهد وعمل خطوره بس ما سجلش ولا صنع. وبن جديده 5.5/10، قليل الخطوره ومحتاج يدخل اجواء الفريق اكتر. وهنا نوصل لاهم نقطه في المباراه كلها، عموته، لان الشوط الثاني ما ينفعش يتحلل من غير ما يتكلم عن التغييرات. عموته فهم ان شكل الاهلي محتاج يتغير، فنزل كريم الدبيس وعلي محمود وسفيان بن جديد، وبدا يزود السرعه والحركه، والاهلي بقى اكتر ضغط ووصول للثلث الاخير. لكن في الناحيه الثانيه انبي عمل غلطه كبيره جدا، تراجع. وانا هنا مش بلوم انه دافع، انت متقدم على الاهلي 2-1 وطبيعي تحاول تحافظ على النتيجه. لكن لما تتحول من فريق بيضغط وبيطلع بسرعه الفريق كل همه يرجع لورا، انت بتدي الاهلي اللي هو عايزه بالظبط، الملعب كله. الاهلي بدا يحاصر انبي، وانبي بدا يدافع اكتر لحد ما جت ركله الجزاء وزيزو حطها وبقت النتيجه 2-2. وهنا المباراه نفسيا انقلبت، انبي فقد افضليه النتيجه والاهلي بقى عنده ايمان انه هو يقدر يكسب الماتش. لكن برضه لازم تقول ان الاهلي ما كانش مثالي، لانك لو هتواجه فريق قوي مش كل مره هتلاقي نفسك متاخر 2-0 وتعرف ترجع. وده اللي لازم عموته يشتغل عليه، التوازن بعد فقدان الكره، تنظيم الخط الخلفي وتقليل المساحات. لان الريمونتادا حلوه لكن ما ينفعش تبقى خطه لعب. وبعدين جت الدقيقه 90 وهنا ظهر قفشه اللي هديله 8/10. دخل وغير وسجل هدف الفوز في الدقيقه 90. يعني الراجل اختار احسن توقيت ممكن، والاجمل ان الهدف نفسه بيلخص قيمه التغييرات، لان سفيان بن جديد صنع اللقطه وقفشه انهى المباراه. وهنا لازم نفرق بين حاجتين، عموته كسب المباراه تكتيكيا في الشوط الثاني، لكن انبي ساعده جدا انه يكسبها، لان انبي كان عنده فرصه يقتل المباراه خصوصا وهو متقدم 2-0، لكن ما عرفش يحافظ على نفس الشخصيه اللي بدا بيها. وده الفرق بين فريق لعب مباراه كويسه وفريق يعرف يدير المباراه لحد النهايه. طيب نطلع بقى من الماتش ده بايه؟ الاهلي عنده شخصيه ودي حاجه تحسب له، وعنده دكه مؤثره ودي ظهرت بوضوح، وعنده لعيبه قادره تحسن في اللحظات الاخيره. لكن في نفس الوقت عنده مشاكل دفاعيه وتكتيكيه واضحه جدا. الخط الخلفي مش مطمئن، هاني تاثيره محدود، ياسر عنده خبره لكن مش ثابت بالشكل المطلوب، عنده مشكله في التمركز، تسرح منه يعني. هادي رياض محتاج يهدى ويكتسب ثقه. وفي المقابل مروان كان من افضل لعيبه الاهلي، وزيزو كان مؤثر، وقفشه دخل قال كلمته في اهم لحظه. اما انبي ضيع المباراه من ايده، لعب شوط اول ممتاز، ضرب الاهلي مرتين وكان ممكن يطلع من المباراه فائز، لكن لما قرر يرجع يدافع بدل ما يحافظ على شخصيته، الاهلي رجع وقلب الماتش. وعشان كده انا شايف ان عنوان المباراه الحقيقي مش الاهلي عمل ريمونتادا عظيمه، العنوان الادق الاهلي كسب بشخصيته ودكته، وانبي خسر لانه نسي شخصيته. السؤال بقى للاهلاويه،
هل اللي شفناه في الشوط الثاني هو بدايه شكل جديد مع عموته، ولا هنشوف نفس مشاكل الموسم اللي فات بتتكرر تاني؟ مش كل مره هتفضلوا مستنيين ريمونتادا تنقذكم. تشتغل لايك وفولو على الرايق. سلام.